ابلكيشن تيمو من الهند بيرحب بيكم يا جماعه. جبت باكج من ابلكيشن تيمو من الهند. الله اعلم اول مره اطلب من الابلكيشن ده، وفي ريفيوهات كتير ظهرت بتقول ان ده لما بتطلب من عليه حاجه الاوردرات ما بتوصلش، الحاجه الكواليتي بتاعها زي الزفت وبتخسر فلوسك بالكامل. انا طلبت وقلت على الله جربت، والباكج الحمد لله جالي بعد مرور 10 ايام بالظبط. تعالوا نفتح الباكج نشوف فيها ايه ونشوف كواليتي الحاجه. نفتح مع بعض ونشوف. بس اهم حاجه لازم تعرفوها ان انا العلبه دي او الباكج دي دافع فيها 400 وشويه درهم، فلازم كل حاجه تطلع A1. دفعت الباكج ده عن طريق ابلكيشن تابي، وطبعا الابلكيشن ده بيخليك تعمل تقسيط لفلوس اللي انت دفعتها في الباكج بالكامل على 4 دفعات. تدفع اول مره وكل شهر بيتخصم منك دفعه. تعالوا نشوف، مش هطول عليكم، يلا بينا. واول حاجه ولازم نشوفها ده. تعالوا كده نفتح نقول بسم الله. الموضوع شكله حلو بصراحه، الباكج شكلها حلو جدا. نفتح كده، دي شكلها احد النظارات اللي انا طالبها. اوبا، مع ورق شكله حلو، مناديل عشان تمسح النضاره. لا شغل حلو يا جدعان، بصوا كده حاجه شكلها حلو وشكلها فخم، كماتيريالز كويسه. العدسات صافيه جدا، يعني انا شايف بوضوح جدا وانا قاعد في مكان مقفول. اول منتج ياخد معانا 10 على 10. انا مش عارف ده ايه. انا حتى الحاجات اللي انا عملتها نضاره برضو، بس نضاره ديزاين تاني. يو بص كده، هو الباكج اللي هي جايه فيه مش حلو قوي ومش اظرف حاجه، بس تعالى نشوف من جوه. دي نضاره استاذ محمد رمضان في السلطان والله العظيم اهي. بص بتتفتح كده يا صاحبي، فتح كده. هو كان لابس الذهبي بقى اللي هي الشغل المذهب. الكلام على موت، الكلام على موت يا رجاله. الوضع مختلف. انا حاسس ان انا محمد رمضان في نفسي، مش عارف ليه. اهو بص، حتى زي طارق والله العظيم عمال يقول لي طارق ايه رايك؟ عالمي. حلو والله. What's your opinion? It's good? Really good والله. I know يا جماعه. المال الحلال اهو. فلا الشغل تقفيله حلو، والنضاره كماتيريالز حلوه. الباكجنج بس هو اللي ما عجبنيش. تاني منتج ياخد 8 نديله 7 حلو، 7 من 10. طلبت بالظبط 5 جرابات، جيت ابص لقيتهم بعتوا لي الكلام ده. هل الناس دي اشتغلتني يا اسطى؟ ممكن تكون خدت فلوسهم، ممكن تكون ما خدتش فلوسهم، او هم مساطيل نزلوا لي الحاجات دي زياده، الله اعلم. بس دي كلها جرابات موبايل للموبايل الجديد S24 Ultra، وده اللي انتوا بتصور بيه زياد. افتح كده جراب S24 ده، ملمسه جلد. ده طبعا زي ماك بوك عشان خاطر يتحط على الشاحن الوايرلس او يتحط على ستاند العربيه. من جوه الماتيريالز كويسه جدا. اعتقد ان هو شكله ظريف، ليه مع اطقم معينه زي الفل. الجراب ده شكله عالمي الصراحه، عايز افتحه واشوف الكلام على ايه. واو بجد واو. الجراب ده يا جماعه ضد الصدمات. الكاميرا في ايه؟ الكاميرا المفروض بتبقى هنا. الجراب ده غريب بقى في ايه؟ ان ده برضو نفس الفكره، عشان يتحط ستاند العربيه تعمل كده يا صاحبي. شغل عالي، شغل الهنود يا صاحبي، شغل على ابوه. اول وتاني وتالت اللون الاصفر. انا بحب اللون الاصفر بصراحه وطلبت اللون الاصفر. بس الجراب بعد ما جالي الماتيريالز المعموله منه الجناب كويسه، بس من ورا هو بلاستيك. اسمع كده، بلاستيك. هل ده عملي اكتر او ممكن يعمل حاجه في الموبايل؟ الصراحه مش عارف، بس كشكل هو شكله ظريف. حاجه من ضمن الحاجات اللي انا طالبها ده، شغل الفاخر من الاخر، عشان ما حدش يقول لي انت جايب ساعتك منين. ادي الساعه اللي انا جايبها الجديده بتاعتي. بص كده، بص يا باشا، بص يا باشا. ايه الساعه دي؟ بصراحه شكلها جامد. اي حد هيشوفها هيقول لك انت ايه الساعه دي؟ الكبير اللي انا دافعه عبيد. الصراحه الكلام يعني الساعه شكلها غريب زي ما انا قلت لك، بس عجبني شكلها فقلت لازم اجيبها. بس انا اي حد هيشوف الساعه دي في ايدك هيقول لك انت جايبها منين. وتحسبا للناس اللي هتسالني في الكومنتس، انا جايبها من ابلكيشن تيمو. طب بصوا يا جماعه، الباكج ده كان غريب، البوكس ده كان غريب في الباكج، وانا ما طلبتش غير نضارتين بالظبط. ايه سبب ان هم بعتوا لي نضاره ثانيه؟ الله اعلم. بس بما ان هي جت في الباكج بتاعنا فاحنا محتاجين نعمل ريفيو. بس النضارات والله شكلها حلو يا جماعه وشياكه جدا. بص كده، شغل حلو صراحه. ايه رايك؟ عالمي. مصطفى ايه رايك؟ كده صح؟ المال الحلال
الحلال. شكل النضاره حلو، بس المشكله ان في حاجات انا طلبتها وفي حاجات ما طلبتهاش. احلى حاجه انها ببلاش، بس قشطه، ربنا يكرمهم يا رب ويرزقهم كل خير، وادينا بنعمل لهم اعلان ببلاش. بس فعلا هتطلب حاجات معينه هيجي لك حاجات اكتر. المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. ممكن يجي لك حاجات اقل، ممكن يجي لك حاجات اكتر، الله اعلم. بس انا الاوردر خد بالظبط مني 10 ايام عشان يجي. استلام جالي لغايه دبي مول، لغايه المكان اللي انا فيه. تمام. اخر حاجه دي عدسات للموبايل، مش محتاج افتحها بقى عشان ايه، نحطها على رواقه. وده كان برنامج تيمو فور ريفيو عن كل حاجه جات لي منه. ما تنساش لو عجبك المحتوى متابعه، لايك وشير. سلام.